بسم الله الرحمن الرحيم. في موضوع يا حبايبي عايزين نتكلم فيه، وحسيت ان هي مناسبته اليومين دول. ايه الموضوع ده؟ المقارنة بين الاخوات، المقارنة بين الابناء، بين الابن وابن عمه، بنته وبنت خالتها، بنت عمها، بنت عمتها، الاقارب. دايما الاهل بيحطوا ولادنا في مقارنة. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل انسان وميزه بمميزات معينه واداله قدرات معينه. ممكن يكونوا الاثنين في سن واحد، لكن في حد بيبدع في جانب معين عن التاني، واكيد هتلاقي الاخر برضو بيبدع في حاجه معينه او بيتميز بحاجه معينه او بيحب حاجه معينه وبيتفنن فيها. فبلاش نعقد ولادنا ونقارن بينهم منذ طفولتهم. الطفل لسه في كيجي او في جريد 1 او في اي مرحله ابتدائي لسه في اول حياته، تبص تلاقي الاب والام: ابن عمك فلان اشطر منك، بنت خالتك فلان اشطر، خالتك فلانه اشطر منك، ده جايبه مجموع كذا، ده جايبه. طب ليه نعقد ولادنا؟ طب ما انا اقول له عايزاك تبقى متفوق ومتميز وخلاص، ما خليهوش يقارن بحد، ما خليهوش يبص لحد. لما اقعد اقول لبنتي قريبتك فلانه قريبتك فلانه، طب ما انا كده بربي جواها الحقد. بتبص الايد اللي في ايد غيرها، ولو صاحبتها او قريبتها دي تعبت او جابت مجموع صغير هتفرح فيها. ليه؟ عشان تبقى هي متفوقه. طب ليه انبهها؟ ليه خليها تقارن بينها وبين حد؟ ممكن يكونوا اتنين في نفس البيئه او في نفس المستوى وفي نفس التربيه، وحد متفوق عن التاني. ما نخليش ولادنا يقارنوا. عايزه اعلمهم منافسه شريفه، انا عايزك تبقى اشطر واحد، انا عايزك تبقى مجموعك كويس، بس ماليش دعوه بحد، ما يبصش لحد، لان هيتعود يبص للي في ايد غيره، هيتعود يبص للنعم اللي عند غيره، هيبص في حياه غيره، هيتمنى دايما صحابه وقرايبه كلهم تحت وهو اللي فوق، هيكره لهم النعمه. احنا كده بنربي في ولادنا الحقد والحسد واحنا مش حاسين. نعودهم يجتهدوا ويرضوا بثمرة الاجتهاد، يتعبوا ويرضوا بثمرة التعب اللي ربنا سبحانه وتعالى هيكرمهم بيه. يذاكروا يجتهدوا يتعبوا ويرضوا بمجموعهم ويحمدوا ربنا. واكيد ربنا سبحانه وتعالى عدل، بيوزن الامور، بيوزن كل حاجه بميزان، كل حاجه بقدر وبحكمه. خلى ده مجموعه اكتر هيرزق ده بعمل كويس، باولاد بنين وبنات، بسفر. ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي كل واحد في جانب معين وبيميز كل واحد في جانب معين. احمد ربنا على ربنا اداهولي، ودايما اعود ولادنا يحمدوا ربنا ويرضوا بقضاء الله ايا كان. اللي بيحب حد ولله المثل الاعلى بيرضى باي حاجه منه، واحنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى. فنعود ولادنا على الرضا. نعمه الرضا دي نعمه عظيمه جدا، لازم يتربوا عليها. مفيش مقارنه، علشان ما نربيش جواهم حقد وحسد واحنا مش حاسين. ودمتم بخير وسعاده يا رب.